ايه في ايه؟ لازم يهوى، اذا حد جاي لنا. ما حدش جاي اللي نادي، البيه هو اللي هيروح. ايه بس يا فالح؟ اصله عيد ميلاده النهارده واصحابه عازمينه بره. هم يا بنت خدته. خدته مرتين. وبناء على ما تقدم أطلب من عدالة المحكمة أن تنظر بعين الرأفة إلى موكلي، وأن تضع في الاعتبار الحالة النفسية والصحية التي مر بها والتي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة. وشكرا. الحكم بعد المداولة. برافو عليك. عمي ليه؟ رأي سعادتك ايه في الموضوع ده؟ براءة إن شاء الله. ان شاء الله براءة. لازم يعني. ربنا يبارك فيك. اطمن إن شاء الله خير. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. شكرا. يلا حبيبي. الحكم في القضية رقم 501 لسنة 91 جنايات. بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمتهم إبراهيم محمد النادي، قررت المحكمة إيداعه مستشفى الأمراض العصبية لتتولى الإشراف على علاجه. رفعت الجلسة. انا كنت متاكد انك هتاخد الحكم اللي انت عارفه. اصلك دخلت على المحكمه بنقطه ملهاش حل. طول عمرك رائع يا حسين، وان شاء الله كده خدنا حكم حلو في قضيتنا. إن شاء الله إن شاء الله. أنا طلبت رأي الخبراء في الموضوع بس بيتهيألي إنه هياخد وقت شوية. انت قدها وقدود. الله يخليك. شكرا. بس ما تنساش إن المحامي بتاعه ده من ألد أعدائه.
ده كان واخد الموضوع بشكل شخصي. انت استاذ كبير يا متر. الله يخليك. شكرا يا هو جماعه. هيروح فين جنب عبقرية حسين هواب؟ الله يخليك. حاجه في القانون يا متر. اشكركم يا جماعه. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم. قضية كانت صعبة قوي، لكن الحمد لله كسبتها. تعرفي يا دولت، أهل المتهم كان عندهم ثقة كبيرة فيا قوي. الحمد لله ربنا نصرني. ايه يا دولت؟ مالك؟ من ساعة ما خرجنا من المحكمة ما قلتيش ولا كلمة، حتى ما قلتليش مبروك. في حاجة؟ تعبانة ولا ايه؟ عايزه حاجه استانم؟ ومين الغلطان دلوقتي؟ لا لا اتفضلي استريحي. اكيد الله اعلم. وفي النهايه مشاهدينا الاعزاء اعتقد ان دي كانت صوره واضحه. وبعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا دولت في ايه؟ ما هي مش طريقه عيشه دي. طول النهار يا اما اجي على المكتب ده يا اما في المحكمه. خلاص نقفل المكتب ونقفل المراجع ولا تزعلي، نقفل المحكمة كمان. يلا اقعدي 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 اقعدي، ما تزعليش نفسك كده. خلاص انا اسف. اديني بوسة. بطل اسلوبك ده. مش كل مناقشه تنهيها بالطريقه دي. قولي لي طب عايزانا نعمل ايه بس؟ نتكلم، نقول حاجه تهمنا احنا الاتنين. انت ليه مش بتاخد رايي في القضايا بتاعتك؟ ايه؟ عدم ثقه ولا مش معترف بيا كمحاميه زيك؟ وانا اقدر؟ امال انا اتجوزتك ليه؟ تتريق حضرتك ولا عشان يعني ما عنديش قضايا؟ ما انت عارف الناس بتجري ورا الاسماء اللمعه. الاسماء اللمعه دي يا دولت ما بتوصلش الا بعد كفاح. خلاص اديني الفرصه كافح. عندك في المكتب 100 قضيه، خد القضيه اللي تعجبك واشتغلي فيها. وتفتكر الموكلين بتوعك هيرضوا وانا جزء من مكتبك؟ وتعبتيني معاك يا دولت. تصبح على خير. انت من اهل الخير. هاي. لا ايه ده يا دولة؟ ده انت فاضلك شهر بالكتير وهتجيبي المانيكان. الله يخليك. بلاش تواضع بقى، انت عارفه انك انت جميله من غير حاجه. يا ستي بقول لك ايه، انا عندي مشكله كبيره. انا كنت متجوزه عمرو وعايشه معاه في شقه مخصوصه اللي هو من 4 سنين، ولما مات صاحب الشقه عايز يتجوزني. بيقول الورقه اللي معايا دي ملهاش اي حكم فيها وعايز بيطلعني من الشقه. خلاص تعالي المكتب في اي وقت في مستندات معاكي. انت لو ان شاء الله هيبقى. بصي قوي حلقتي. طمني يا مدام، احنا ممكن نثبت للمحكمه ان المرحوم كان مؤجر لك الشقه من الباطن لمده 5 سنين، بس المهم انك انت تجيبي لي الاوراق اللي طلبتها منك. حاضر يا فندم.
ربنا يطمنك يا متر، ميرسي قوي. الف شكر. مع السلامه. اهلا يا دولة. معلش مش هقدر اقعد معاكي عشان مستعجله شويه. الاستاذ حسين طمني على كل حاجه. ابقى اشوفك في النادي. باي. ايه يا دولت؟ مالك في ايه؟ انا عايزه اتطلق. تقول ايه؟ عايزه اتطلق. طيب ليه؟ انا زعلتك في حاجه؟ لا. لا. امال ايه بقى؟ انت انسان مثالي، بس انا مش سعيده معاك. حياتي بقت بارده ملهاش اي معنى. كل طموحاتي واحلامي ماتت. بقيت مجرد ظل ليك ولنجاحك. مريم، بقيت دلوقتي تكرهي نجاحي؟ لا، مع العلم ان نجاح الست من نجاح جوزها، ولا انت شايفه غير كده؟ دولت، انا ما منعتكيش انك انت تشتغلي عشان تحققي طموحك. نجاحي في وجودك كان شيء مستحيل. كنت دايما بتعاملني معامله الاستاذ لتلميذه، مصر دايما تحسسني بالاحباط. زاد انك منعتني استقل بمكتب لوحدي او حتى اشتغل عند مكتب محامي تاني. دولت يا حبيبتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان جواكي كل المراره ديت. عشان عمرك ما شغلت نفسك لا بيا ولا باللي جوايا. 10 سنين وانا ما حققتش اي حاجه، حتى الامومه. طب دي اراده ربنا يا دولت. كان في ايدينا ايه حاجه نعملها وما عملناش؟ دولت ارجوك ما تهدميش بيتك في لحظه غضب. غضب؟ بالعكس صدقني، انا في منتهى الهدوء، وقراري ده نتيجه تفكير طويل. من فضلك يا حسين طلقني. تبقيش عامله زي الرجاله، ما احلالهمش قرايه الجورنال الا وهم بيفطروا، ويبقى الواحد منهم حاطط راسه في الجورنال عشان ما يكلمش مراته كلمه واحده. حسين كسب قضيه مهمه قوي. ما انت كنت عايشه متهنيه معاه، على الاقل كنت عايشه في ظل راجل. من فضلك يا امي وارجوكي، الكلمه دي بتضايقني. احمدي ربنا انه لسه باقي عليكي ومديكي فرصه تفكري. على راي المثل بقيتي عامله زي بيت الوقت، لا انت متجوزه ولا انت متطلقه. هي فرحتي بالمكتب اللي انت رحتي فتحتيه. بكره حاضر، وهمسك قضايا كبيره والجرايد تكتب عني. تقدري تقولي لي حسين الهواري ابتدى حياته ازاي؟ صفحه الحوادث، اختيار القضايا المعقده اللي فيها، يتبرع بالدفاع عن المتهم، وكم قضيه سخنه بقى اكبر محامي في مصر. ايه المشكله؟ انا لو منك انسى حكايه الطلاق دي خالص وارجع بيتي. وهي مناسبه حلوه يا بنتي، تباركي لجوزك على القضيه اللي كسبها. ازيك؟ الحمد لله. ايه رايك نتغدى سوا؟ لا اصل هتغدى مع ماما. ما تيجي معانا؟ بالمناسبه انا عايز اخد رايك في قضيه كده. على اذنك. يا ساتر، محمود شكري. الله، مالك يا دولة؟ في ايه؟ رجل أعمال يطلق الرصاص على زوجته في فيلا عاشقة. العشيق يلقى حتفه في الحال والزوجة في حالة سيئة جدا.
إن 3 أشياء لا تنتهي: أنت والحب والموت. أن تقتليني وأن توقفيني عن الموت، هذا هو الحب. إني أحبك حين أموت، وحين أحبك أشعر أني أموت. فكوني امرأة وكوني مدينة. انت بتجيب الحماس ده كله منين؟ وعلى فكره انت احسن واحد لحد دلوقتي قلت شعر المحمود درويش. دولة أنا الشعر ده كل حياتي، هو اللي بيخليني أستحمل القرف اللي أنا عايش فيه. يا ساتر، مال كلامك مليان مراره بالشكل ده؟ إن حياتي كلها مرارة. معقوله؟ معقوله انسان بثقافتك وعقليتك دي يكون ده شعوره؟ بعدين يا اخي انت بتحضر ماجستير في القانون، يعني بعديها ان شاء الله الدكتوراه. ما تبقاش طماع. عايز ايه من الدنيا اكتر من كده؟ يا دولة أنت حياتك غير حياتي خالص. أنت اتربيتي في مجتمع غير المجتمع اللي أنا اتربيت فيه. ما تعرفيش قد إيه أنا تعبت عشان أكمل تعليمي. أبويا ما كانش لاقي حتى يجيب لنا عيش حاف. أنا متأسف جدا إن أنا بصدمك بواقع أنت مالكيش فيه. بالعكس، ده يخليني احترمك اكتر. حقيقي انا عمري ما قابلت انسان صريح مع نفسه بالشكل ده. صدقيني يا دولة دي مش صراحة، ده نوع من أنواع العجز واليأس. تفتكر يا دولة ممكن في يوم يجمعنا مستقبل واحد؟ اكيد اكيد ممكن تجمعنا الصداقه والزماله طول العمر. على اذنك. محمود، بعد اذنك يا فندم، ممكن اتكلم معاه على انفراد؟ طبعا يا هاني، مفيش اي مانع. استاذه دولة خيري المحاميه عاوزه تتكلم معاك. انت ايه اللي جابك بس؟ كنت عايز نعرف انك في موقف زي ده واسيبك. ما كنتش احب انك انت بالذات تشوفيني في الوضع ده. صعبان عليا اننا بعد كل السنين دي ما نتقابلش غير في مكان زي ده. انا هقف جنبك ومش هسيبك ابدا، لان انا الوحيده اللي عارفاك كويس. محمود اسمعني، انا عايزه ادافع عنك، اديني الفرصه دي. ممكن تحكي لي اللي حصل؟ اللي حصل كان فظيع. كنت بسمع عنها كلام كتير قوي، لكن ما كنتش بصدق لغايه لما لقيت معاملتها ليا بتتغير. اتغيرت خالص في الاخر. خانتني، بهدلتني، بهدلت بيا وبكرامتي الارض. راقبتها لغايه لما لقيتها داخله عند عشية. عشان في الاخر فتح لي وهو في حاله. هي فين؟ ما قدرتش امسك نفسي، ضربته برصاص وقعدت ادور عليها. وبعدين لقيتها في سريره. كان منظر فظيع، منظر بشع جدا.
ما قدرتش احتمله، اضطريت اضربها برصاص هي كمان. انا معاك. دولت انت الانسانه الوحيده اللي وقفت جنبي في ازمتي دي. انا محتاج لك قوي دولت. ما تقلقش. وإيش بكيت؟ زيها دلوقتي خالص. اسمع، ازيك يا دكتور؟ اطمن الحمد لله اطمن. اسمع، انا عايزك ترفع دعوه على الجريده اللي تهمل بنتي بخيانه، لازم تخرب بيتهم. والكلب اللي مرمي في السجن ده لازم تقتله. اهدى بس اهدى. اهدى ازاي بس اهدى ازاي؟ محمود بيواجهني ضربه في الصميم، انا اللي لميته في الشوارع وجوزته بنتي. معلش ممكن اشوفها دلوقتي؟ تعبانه خالص، تعبانه قوي قوي قوي، تعبانه قوي، انا خايف عليها يا حسين. اتفضل اتفضل. حسين اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل الوكيل. اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا مدام نوال. أنا مقدر طبعا الحالة اللي أنت فيها، لكن ده شيء هينتهي بسرعة إن شاء الله. أحب أطمنك إن القضية في إيدي وأنا مهتم بيها. اتكلمي يا نوال، قولي كل اللي تعرفيه، أنا اسمي اتمرمط في الوحل. أنا بس عايز أعرف إيه علاقة جوزك ببسيوني؟ وإيه هو نوع العمل اللي كان بيربطهم ببعض؟ باي نوال. رايحة فين؟ مروحة. معقولة؟ انت مش فاكرة تقعدي معانا كام يوم؟ معلش، اصلي افتكرت حاجة مهمة، لازم اكون في البيت الليلة. ميار يا حبيبتي، أنا فهماكي كويس. في إيه؟ مالك؟ انكل محمود. ماله؟ تصوري جاله ضيف في الصالون، دخلت له علشان اسالهم بس يشربوا ايه، شخط فيا وقال لي اطلعي بره. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، خليكي قاعدة، معلش. تيجي بيتي عشان تكلمني في موضوع زي ده. واحنا لازم نتحاسب يا محمود. اسمع بقى ما اقول لك، انا عرضت حياتي للخطر، كنت هروح في 60 داهيه عشان خاطرك. لا ولا داية ولا حاجة. انت دخلت البضاعة في شنط حماك اللي مش ممكن اي حد يشك فيه ابدا. اديك قلتها، يعني من غير العمليه ما كانتش هتتم. لا يا حبيبي، ما تنساش اني صاحب رأس المال. انت مجرد صابع يا محمود. اسمع بقى ما اقول لك، حقك خدته كله على داير مليم، مالكش اي حاجه عندي. حسبتك كده غلط يا محمود. انا ممكن ادفعك عمرك مقابل حقي. اوعى تفتكر ان هسيبك تتهنى بالغنيمه لوحدك. انت جاي بيتي تهددني يا بسوني ولا ايه؟ ما هو أنا لازم أفهم كل حاجة. الراجل ده من ساعة ما دخل حياتك وهي متلخبطة، بينك وبينه إيه؟ الراجل مين بس يا حبيبتي؟ الراجل اللي قابلناه في روما وقلت لي إنه من أعز أصحابك، ولما بابا سألك عليه عملت نفسك ما تعرفوش. عارفه اكتر حاجه بتزعلني فيكي ايه؟ نظره الشكل في عينيكي دي. بس أنا لازم أقول لبابا عشان يشوف جوز بنته بيعمل من وراه إيه. خلاص يا ستي، قولي لبابا اي حاجه عايز تقوليها له، بس لازم تفهمي ان مفيش حاجه من اللي في دماغي دي صح. انا بحبك انت حقيقي.
اذا كنت موجود رد عليا. واضح انك انت مش موجود، فانا عايز اسيب لك رساله اقول لك فيها اني فكرت في اللي حصل بينا، ولقيت ان عيب قوي ان احنا نخسر بعض عشان شويه فلوس. عشان كده انا قررت ان انا ارجع لك فلوسك وشويه فلوس ابويا كمان. بس عشان اثبت لك ان انا احسن منك. هتثبت لي ازاي انك احسن مني يا محمود؟ نسيوني. ما تقول انك انت سامع الحديث يا راجل. الله، امال ما ردتش من الاول ليه طيب؟ بالمناسبه كل سنه وانت طيب. مش النهارده عيد ميلادك برضه؟ متهيألي ان احنا لازم نحتفل بالمناسبه دي علشان اثبت لك ان مفيش اي حاجه بيني وبينك. انا هفوت عليك النهارده بالليل الساعه 10 ومعايا هديه هايله ليك. ايه رايك؟ ها؟ اتفقنا؟ انا عايزك تجهزي وتتشيكي على الاخر. لازم اروح معاك. بسيوني عامل حفله كبيره النهارده بمناسبه عيد ميلاده، وفي ناس كتير قوي مهمه موجوده. وبعدين عايز اثبت لك ان مفيش اي خلاف بيني وبينك. شيء ما يهمنيش. مفيش وقت دلوقتي. لما نرجع تبقي تقولي لي كل اللي في نفسك. فكريني يا حبيبتي. بايه؟ نسيت الهديه في العربيه. طب خش انت وانا هروح اجيب الهديه ولي. ها؟ بسرعه. مش هتاخر. طيب. مدام نوال. كل سنه وحضرتك طيب يا بسيوني بيه. وانت طيبه يا مدام. امال فين محمود؟ نسي حاجه في العربيه، هيجيبها وجاي. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا بسيوني. وانت طيب يا مجعلك. اقلعوا هدومكم. اقلعوا. محمود انت مجنون؟ اقلعوا هدومكم بسرعه. طب افهم بس. اقلع. محمود. اقلع وانت ساكت. وانت كمان. انت اكيد اتجننت. فك حزام البنطلون. ايه؟ لا فك حزام البنطلون. محمود. وانت اقلع بسرعه. خش جوه. انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ خش جوه. انت بتعمل كده ليه؟ أنا آسف يا نوال. معلش استريح استريح. تقدري تكملي؟ الو، بوليس النجدة؟ يا ريت الدولة تفوق من الوهم اللي هي فيه، تفهم حقيقة المجرم ده.
يا حسين اتفضل. مساء الخير يا دولت. اهلا مساء الخير اتفضل. اهلا يا حسين، تحب تشرب ايه؟ اعمل لك نسكافيه؟ لا ندخل في الموضوع على طول. اتفضل تحت امرك. ايه هو بقى الموضوع بالظبط؟ انا عايز اعرف انت ليه اقحمتي نفسك وخدتي قضيه محمود شكري؟ تقصد ايه باقحمت نفسي؟ انا محاميه المتهم وواثقه من براءته. انا اسف يا دولت، بس احب اقول لك ان موكلك وضعه سيء جدا. بالعكس، موقف موكلتك هو اللي ضعيف جدا وجريمه الزنا ثابته عليها. بس مش دي القضيه اللي ممكن تبتدي بيها حياتك. انا جيت لك بس عشان اوضح لك الامور. لا، انت جيت عشان لما جات لي قضيه مهمه اترافع فيها عايزني اتراجع. صدقيني انا يهمني نجاحك، بس في القضيه دي مش هتحققي اي نجاح. شوف يا متر. متر؟ طب وليه مترين؟ ده انا جوزك يا دولت، جوزك. وانا ما نسيتش ده، بس احنا دلوقتي خصمين في قضيه واحده والكلمه فيها للمحكمه. وهو كذلك. القضية 341 لسنة 91 جنايات المتهم فيها محمود السيد شكري. دولة خيري حاضر عن المتهم محمود شكري. حسين الهواري حاضر عن المجني عليها السيدة نوال عبد الجواد. سمير عبد الحميد حاضر على المجني عليه بسيوني رجب. اتفضلي يا أستاذة دولة. بداية سيدي القاضي، أحب أن أوضح لهيئة المحكمة أن المتهم محمود شكري كان زميلاً لي منذ أيام الدراسة. كان يدرس لنا مادة القانون التي كان ضليعاً بها، وقد شهد له الجميع بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة. إضافة سيدي إلى أنه كان شاعراً مرهف الحس، ومن غير المعقول أن يكون أصحاب الأحاسيس المرهفة متدنين إلى قاع الجريمة دون أي ضغوط أو أسباب قهرية، فما بالكم إذا كانت الخيانة الزوجية بأبشع صورها وانحطاطها. يظهر أن ثقة الأستاذة دولت في موقف موكلها خلاها تتغاضى عن المنطق. تقصد إيه يا أستاذ حسين؟ قصدي الصورة اللي حضرتك رسمتيها عن المتهم صورة مثالية، مش ممكن تكون موجودة أبدا إلا في خيالك. من فضلك، دي محاولة منك لتشويه صورة موكلي. يا أستاذة دولت، أنت ست ناضجة ولازم تفهمي إن الإنسان مليان متناقضات. والصورة اللي أنت كونتيها عن محمود أيام الدراسة حتى لو كانت صحيح فدي مر عليها أكتر من 10 سنين. فاهمة يعني إيه 10 سنين؟ الإنسان مش ممكن يتغير من النقيض للنقيض ولا في 100 سنة. حياة الشعوب بتتغير بين يوم وليلة. مش عايزة حياة الإنسان تتغير؟ أنا عايزك بقى تحكمي المنطق وتلغي العواطف دي. معنى كده إنك بتلغي الإحساس اللي بيقود دايما للحقيقة. إحنا بنشتغل في القضاء والحقيقة بالنسبة لنا هي الأدلة والبراهين. أستاذ حسين، أنا درست القضية كويس قوي وعارفة بقول إيه. طيب لما حضرتك درست القضية كويس قوي وعارفة بتقول إيه، ما فكرتيش محمود إزاي دخل الفيلا؟ ضرب الجرس، فتح له بسيون. ببساطة كده، راجل في وضع زنا ومعاه ست متجوزة يقوم يفتح الباب وهو بالوضع ده؟ والله أنا بقول وقائع مدونة في محاضر النيابة، ده غير أقوال الشهود. الوقائع ما تبقاش وقائع إلا إذا كانت نابعة من مصادر موثوق بيها ومعترف بيها من الجميع. الظاهر إن المصدر الوحيد للوقائع بتاعتك هي أقوال المتهم. وأحب أقول لك إذا كنت عايزة تنجحي في المحاماة فكري بعقلك والغي حكاية المشاعر دي. لو قعدت النظر في تقرير النيابة لوجدت إن الحالة اللي كانت زوجة المتهم عليها في بيت عشيقها كفيلة بإثبات تهمة الزنا عليها. يعني حضرتك عايزة تصوري للمحكمة إنها جريمة شرف.
طيب انا معاك. راجل متجوز وبيراقب مراته، شافها دخلت بيت راجل غريب على حد قوله، يفضل كده بره قاعد مستني لغايه لما يتأنسوا ويتسامروا وتقلع هدومها وبعدين يهجم على البيت. بقى ده كلام يخش العقل يا عالم؟ انت كده دايما تقلب الحقيقه عشان تتفق مع وجهه نظرك. ده رايك فيا يا دولت؟ ايوه، عمرك ما شفت من الدنيا غير نجاحك وبس. اول ما جات لي الفرصه علشان اثبت فيها نفسي عايز تحرمني منها ليه؟ بالعكس، انا دايما بحاول اخد بايدك واساعدك. يا سلام، نسيت الزبونه اللي انت لهفتها مني من غير اي خجل او احترام لمشاعري انا؟ انهي الزبونه دي اللي لهفتها منك؟ عيب، ما يصحش تقولي كلام. ايه هو اللي صح واللي ما يصحش؟ مش كفايه سنين عمري اللي انت ضيعتها؟ سيبني انجح مره بقى. ما تنجحي يا اختي وانا ماسكك. عجبك كده؟ يا استاذ حسين، يا استاذ دولت، حلوا مشاكلكم الشخصيه دي في البيت. رفعت الجلسه. سموني، قتلوني. هم مين دول اللي سموني؟ اهل مراتي عايزين يداروا فضحتهم. سموني، قتلوني. سوسن العاطي، سوسن العاطي، الحاج راجل بيفرفر. ولا حركه. انزل يا محمود، انزل. الو؟ ايوه يا ناديه، اهلا يا حبيبتي، اهلا، ازيك وزي مدحت؟ وحشاني يا حبيبتي قوي. ايوه يا روحي يا ناديه. ايوه حبيبتي، كل حاجه السلام. جهزت كل حاجه والفيزا وكل حاجه يا حبيبتي. هجيلك على طول. حاضر، من عينيا. خدي بالك من نفسك. طب يا حبيبتي، مع السلامه. تعالي لي بقى. عقبالك يا دولة، عقبالك اما ربنا يكرمك واشوف عيالك يا رب. ناويه تروحي لها امتى؟ على طول، دي بتولد يا حبيبتي. هتقعدي قد ايه؟ الله، مش انت بتقولي ليكي شخصيتك المستقله ومش محتاجه لحد؟ على العموم كلها 15 يوم، اول ما اطمن عليها وتشد حيلها اجيلك على طول يا حبيبتي. يلا الفطار جاهز يا روحي. دولة. ايوه يا ماما. ايه مالك يا حبيبتي؟ لا، يهرب ليه؟ ليه؟ هو مين اللي يهرب؟ اسمعي يا بنتي، لو احتجتي لأي حاجة اطلبيها من حسين. ما تستكبريش يا حبيبتي، مش هتلاقي حد زيه يخاف عليكي. ما تخافيش يا دولة، انا محمود. انت كده موقفك بقى سيء جدا. ارجوكي ما تتخليش عني، انا لازم اتكلم معاكي. هتتكلم. مساء الخير يا مدام دولة. اهلا، مساء الخير. دي حاجة؟ لا ابدا، اصل كنت بدور على مفاتيح الشقه. واخبار الحاجة بجد الحمد لله كويس.
حد معاكي؟ لا. انا متاسف قوي بسبب لك مشاكل، هربتي بس انت الانسانه الوحيده اللي ممكن اعتمد عليها. هربتي انا ما هربتش. براءتك كانت مؤكده. حاولوا يقتلوني، حاولوا يسيبوني في السجن، بعتوا لي رجاله عشان يخطفوني قبل ما اوصل المستشفى. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ لازم تفهمي ان انا مش هتهم. عبد الجواد هيعمل مستحيل عشان يخرج بنته من قضيه الزنا، وابقى انا القاتل مع صدق الاصرار، يعني حل المشنقه اعدام. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غير منطقي وغير سليم. لعلمك كل لحظه بتمر بتسوق فيها موقفي وموقفك اكتر. انت لازم تسلم نفسك. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ سيبي تليفوني. انا متاسف، متاسف قوي، متاسف. انا اعصابي تعبانه مش عارف اعمل ايه. دولة انا مش عايز اي حاجه تهز ثقتك فيا، ارجوكي. ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاج فلوس. ولو ان انا مش معاك في اللي انت بتعمله. شكل ده جميل، عمري ما هنساهولك ابدا في حياتي. انا بكرر لك اسفي. دولت، ايه في حاجة؟ والدتك بخير؟ مش تقولي اتفضلي؟ اتفضلي اتفضلي. ثانية واحدة بس عقبال. اتفضل. وحياتك يا دولة، الشاي على النار. خدي بالك وانا جاي بسرعة. ايوه يا استاذ عبد الجواد، خير؟ لا اطمن، هروب محمود ده مش هيغير من وضع القضيه، بالعكس ده هيثبت ادانته. لا ما تقلقش، مع السلامه. تسلم ايديكم. امال راجع ليا فين؟ سافر يا ست البلد علشان بنتها بتولد. عن اذنك. مفيش اخبار عن القضيه؟ دي قضيتك ولازم تعرفي كل حاجه عنها. ايوه بس انا قلت يمكن يكون عندك اي اخبار جديده. الاخبار اللي عندي عرفت ان في له شركاء ساعدوه على الهرب. هو ما حاولش يتصل بيكي؟ ها؟ لا هيتصل بيا ازاي؟
والله زمان يا دولت. الحقيقة أنا مبسوط إن القضية جمعتنا مع بعض. دي مش ملاحظة إن إحنا بقينا نتقابل ونتكلم مع بعض أكتر ما كنا عايشين في بيت واحد؟ ها؟ يا ترى قدرتي تثبتي ذاتك كنت بعيد عني؟ أنا عارف إنك أنت خدت قضية محمود دي بقى تحدي. في إيه يا دولت؟ إيه؟ تهربي مني ليه؟ ها؟ أنا لازم أمشي. تمشي فين؟ لا يا دولت، ده أنا جوزك وعارفك كويس. أكيد في حاجة شغلاكي. خليكي صريحة وإيه؟ مفيش أي حاجة. ما بلاش بقى شغل العيال ده. أنا مش عدوك يا دولت. قولي لي إيه المشكلة اللي جابتك؟ أنا ما عنديش مشاكل. لما تبقى عندي هعرف أحلها بنفسي. أنا عارف يا ستي إنك أنت تقدري تحلي كل المشاكل، بس نقعد مع بعض ونتفاهم. تعالي نقعد. ايه يا دولت؟ ما وحشكيش البيت؟ اقول لك حاجه، من ساعه ما سبت البيت وانا بحس بفراغ ووحده من غيرك. ما تعالي يا بنت الناس وترجعي لبيتك ولجوزك اللي بيحبك وبيخاف عليكي، وبلاش تجري على الاوهام ديت. أوهام؟ نجاحي وطموحي في نظرك بقوا أوهام؟ أنا ما أقصدش أضايقك يا دولت، ما أقصدش. أنا بقول يعني فيها إيه لما نرجع لبعض وأنا مستعد يا ستي أكون جنبك وأساعدك على النجاح. ليه؟ كنت ساعدتني قبل كده؟ ولا عشان لقيتني بقرب من النجاح قلت أرجعها للقفص؟ نجاح إيه اللي أنت قربت توصلي له ده؟ كفاية إنك أنت مش عايزة تشغلي مخك وتعرفي إنك أنت بتجري ورا أكاذيب واد مجرم ضحك عليك وبيخدعك. موكلي على حق، وجريمة الزنا ثابتة على مراته. عشان كده بقى حاولوا يسموه في السجن ويداروا فضيحتهم. ومش بعيد تكون حضرتك صاحب الفكرة. أنا يا دولت؟ خلاص بقيت في نظرك مجرم؟ أنا هحرض على القتل؟ عشان انتحاره يؤكد إدانته. وتفضل بقى حضرتك المحامي الكبير اللي عمره ما خسر قضية. مش مهم الوسيلة، المهم النجاح وبأي تمن. وعلى فكرة بقى، محمود اتصل بيا امبارح وطلبت منه يسلم نفسه. أحسن، عشان ياخد جزاءه. لا، عشان اثبت براءته. عن اذنك. الطموح ده بيجنن. مساء الخير. اتفضل. الناس كده تشوفنا، مش معقول. انت بالشكل ده بتعرضني للخطر. دولت انا محتاج لك قوي. اذا ما كنتيش قدرتي تثبتي براءتي يبقى على الاقل تساعديني اهرب بره البلد. اهل نوال مش هيسيبوني، هيحاولوا يقتلوني، وساعتها ضميرك هيأنبك طول عمرك. انا مش هقدر اعمل لك حاجه. لو وحياة لا هتقدري، بس لازم نقعد نتكلم وهشرح لك تعملي ايه. اسف، انا منتظر الناس. يبقى تستني مني تليفون بكره الصبح، هكلمك وهقول لك نتقابل فين. فاهمه؟
الو. ايوه من فضلك، حسين بيه الهواري. لا الحقيقه انا لسه طالباه في البيت مش موجود. مدام دولة خيري. اهلا بيكي. طيب اما يجي قولي له من فضلك يكلمني ضروري. شكرا. الو. ايوه يا ماما. اتاخرتي كده ليه؟ هتيجي امتى؟ لا لا ابدا مفيش اي حاجه، اصلك وحشتيني خالص. ازاي ناديه؟ وليها الف مبروك. هتيجي امتى؟ لا مفيش اي حاجه، اصل البيت فاضي من غيرك. حاضر حاضر يا ماما حاضر. مع السلامه. مين؟ افتح يا دولة، أنا محمود. أنا متأسف جدا إن أنا جيت بالطريقة دي، بس أنا قلقت عليكي لما ما جيتيش الميعاد. اصلي ايه اللي انت عامله؟ الو حسين، انت كنت فين؟ كنت معزوم على العشاء ولسه واصل دلوقتي. انا لقيت المكتب سايب لي رساله انك انت اتكلمت مرتين. خير في حاجه؟ ايوه. الو دولت، انت ايه رحت فين؟ ما بتتكلميش ليه؟ لا 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 ابدا مفيش اي حاجه. تلاقيك راجع وعايز تنام. ابقى كلمني بكره من المكتب. ايه متوتره ليه؟ لا لا ابدا مفيش. تحب اجيلك دلوقتي؟ لا 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 ما تجيش. تصبح على خير. دولة، أنا عارف اللي أنت بتفكري فيه، وعارف القلق والشك اللي اتزرع جواكي من ناحيتي. اسمع يا محمود، انت لازم الأستاذة دولة خيري؟ ايوه يا فندم. احنا ما حبيناش نزعج حضرتك، عشان كده جيت بنفسي. خير. طب ممكن؟ طبعا اتفضل اتفضل. اتفضل. متشكر. في احتمال كبير قوي يكون موكلك المتهم الهارب محمود شكري اتصل بيك. لا ابدا ما حصلش. طيب دي ارقام التليفونات اللي ممكن حضرتك تكلمينا فيها لو اتصل بيك، وتبقى خدمه كبيره قوي للعداله لو حضرتك قدرتي تعرفي لنا عنوانه.
ان شاء الله. طب بعد اذن حضرتك تمضي لنا بس هنا. اتفضلي. واحنا في انتظار زياره من سيادتك. ان شاء الله. عن اذنك. لو سمحت. اسمع، انا عارفه ان الانسان ممكن يتعرض لظروف. ارجوكي ارجوكي، انت الانسانه الوحيده اللي ما اقدرش استحمل انها تشك فيا. لازم تفهمي ان انا عمري وحياتي بين ايديكي. لازم تفهمي انك انت ممكن تساعديني ان انا اهرب واعيش انسان حر، وممكن توصليني لحبل مشنقه. وعلى كل حال اي قرار تتخذيه في الحالتين انا هكون سعيد بيه. اقدر اساعدك ازاي؟ انا محتاج 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ وانا اجيب لك مبلغ زي ده منين؟ ما تتخضيش قوي كده، انا مش عايزهم منك. انا عايزك تروحي بيت خالتي تجيبيهم لي من هناك. انا اصلا ما اقدرش اروح بنفسي. وعلى كل حال ده جميل كبير قوي عمري ما هنساهولك. خرب بيتك يا صفروت، كان مستخبي لك ده كله فين يا صفروت؟ يا راجل اعقل، لو كان حرامي كان خد العجله مع القسط. ما هو ده اللي غيظني، ده اللي مجنني. عشان تبطل الهباب اللي انت بتستعطاه ده. هباب ايه بس يا عم مطاوع؟ اهو انت القسط، شوف نسيته قدام باب شقه ولا ايه؟ قوم بينا ندور عليه، قوم تعالى معايا قوم. عشان تبطل الهباب اللي انت بتستعطاه ده. انت ليك نفس بتضحك؟ قوم تعالى قوم تعالى قوم يا خايف. خرابي. اكيد الصنف بتاع الليلات دي كان مضروب. ما هو انت اللي جايبه. مين؟ مين؟ افتح يا دولة، طلع حسين. ايه يا دولة؟ في ايه؟ ورا ايه؟ ايه يا حسين؟ انت جاي تفتش عليا ولا ايه؟ انا اسف يا دولة. انا جاي اطمن عليكي. حسيت انك انت قلقانه ومضطربه. ايه؟ مش من حقي اقلق. مفيش حاجه. امي كلمتني من جده وقالت لي ان اختي تعبت في الولاده شويه. ايه ده يا دولة؟ والواد المجرم جالي كان؟ دولة، انت محامية وفاهمة القانون كويس وعارفة خطورة التستر على مجرم هارب من العدالة. ايه يا دولة؟ اتكلمي يا دولة. أنا مستعد أساعدك وأقف جنبك. انت مش عارفة مكانتك عندي قد إيه. دولة، أرجوك تصرحيني. قولي لي كل حاجة. ما تخبيش عليا. أنا زي ما قلت لك إن أنا مستعد أقف جنبك في كل وقت. صرحيني يا دولة. وديني بكررها. قولي. كلمني. مش عايزة؟ خلاص يا دولة. انت حرة. أنا عملت اللي عليا. عن إذنك. حاجة فاطمة؟ ايوه يا بنتي. انت مين؟ أنا من طرف محمود. محمود مين؟
محمود شكري ابن اختي. هو الحقيقه له امانه عندك عايزها. امانه؟ انا ما اعرفش حاجه. محمود في السجن بقى له مده ما جاش هنا. ما انا المحاميه بتاعته. ارجوك يا حاجه ما فيش وقت. هو عايز الشنطه بتاعته. شنطه؟ شنطه ايه؟ بصي كده، ده العنوان بخط محمود، هو اللي كتبهولي. انا لا بعرف اقرا ولا اعرف اشوف. طب اسمعي، هو قال لي انه مفتاح دولابه في الزهريه، واظن دي حاجه محدش يعرفها غيره. اظن هو ده المفتاح. ممكن اخد الشنطه بقى؟ والشنطه دي فيها ايه ان شاء الله؟ شويه ورق مهم هيفيد محمود في القضيه. الدولاب هناك اهو. شوفي اللي انت عايزاه. بقول لك ايه؟ نعم. تشربي ساقع ولا سخن؟ اي حاجه. لقيت اللي بتدوري عليه؟ بيتهيألي هي دي الشنطه. الشنطه دي بقى الورقه اللي فيها جنسه ايه؟ فلوس! وجايه تنهبيني عين عينك؟ اسمعني بس يا حاج، الفلوس دي ممكن تنقذ محمود من حبل المشنقه. ما يكفيه ولا يروح في 60 داهيه. هو عمره شاف الغلب اللي انا عشته وشاف خالته ابدا. يا نهار ابيض، فلوس! ده سابني اتبهدل واخدم في البيوت. يعني الفلوس دي من حقي انا. فلوس دي من حقي. من حقي. طلبتها في البيت محدش بيرد خالص. كنت انا رحت جبت الفلوس ونخلص بدل ما احنا قاعدين قلقانين كده. انت مشبوه. كوم عارفه وشك كويس. ما اقدرش ابعتك مشوار زي ده. ليه يا دولت ليه؟ ليه عملت كده؟ تصرفاتك ما بقتش طبيعيه. مش عارفه ايه اللي جرالي. ساعات بحس انه مظلوم، وساعات بحس انه فعلا مجرم عايز يورطني معاه. انت اللي رميتي نفسك في دايره الشك اللي ورطك فيها المجرم. ليه؟ ليه بس كده ليه؟ ما كنتش احب ان انا افشل قدامك انت بالذات. دولت يا حبيبتي، انا مش خصمك، انا جوزك وبحبك وبتمنى لك النجاح. انا سبق قلت لك قبل كده ان القضيه دي خسرانه، ما سمعتيش كلامي ومشيتي وراء اوهام. ليه عايزه تحطمي اسمي واسمك؟ شوف كده، شوف الصورة دي. دي صورة محمود مع بسيوني اللي قتله، وكان بيدعي ان هو ما يعرفوش. انت عارفه مين الراجل التالت ده؟
ده أكبر تاجر مخدرات هرب من مصر من سنين، وأكيد دلوقتي هو بيشتغل في المخدرات، بيتعاون معاه محمود وبسيوني، والصورة دي تؤكد لك إنه لازم يشتغلوا مع بعض دلوقتي. يبقى كده الأمور وضحت تماما. التلاتة هربوا الهيروين في شنطة والد نوال بمساعدة محمود طبعا. محمود طمع في الغنيمة، حب ياخدها لوحده، خاف من بسيوني لا يهدده، دبر له الجريمة. تصور معقول. أنا عايزك تفكري معايا، ليه محمود حاول يقتل نوال؟ لأنه حس إنها اكتشفت علاقته الحقيقية ببسيوني وتورطه معاه. صح، ابتديتي تفكري بعقل. شفت الواحد لما يتحرر من أوهامه شوف الحقيقة واضحة قدامه إزاي. هتعمل إيه؟ هبلغ البوليس. أكيد المجرم هيجيلك يطالبك بالفلوس، يبقى فرصة القبض عليه. طب وأنا؟ إزاي يعني؟ عايز تعمل لي فضيحة في العمارة؟ الناس تقول عليا إيه؟ خلاص تيجي معايا بيتك، ما هو مش ممكن أسيبك كده لوحدك. آسفة مش هقدر، أصل والدتي جاية بكرة ولازم أطلع لها المطار. خلاص يا ستي، نطلع لها المطار سوا، وهتبقى مفاجأة حلوة عشان مش كده ولا إيه؟ تفتكري مين؟ بيتهيألي هو. طب اسمعي، روحي افتحي له، أنا هكون جنبك ما تخافيش. الو، ابراهيم بيه، انا حسين الهواري المحامي. مساء الخير يا فندم. لا انا بكلمك في موضوع مهم جدا. انا عايزك تبعت لي قوه دلوقتي حالا. الولد المجرم اللي هربان من السجن ده موجود دلوقتي هنا. فين؟ ردي عليا هنا، فين الفلوس؟ ما جبتهمش. ايه ما رحتيش؟ رحت وسبتهم لخالتك لأنها أولى بيهم. نعم يا اختي، سبتيهم لخالتي لانها اولى بيهم، وانا لا اسمعي بقى، انا ما باكلش في الاونطه دي. انت تطلعي بفلوسي والا هروح فيك في جريمه. مش بعيد عليك، ما أنت بقيت مجرم. يا خراسي. هبانت هي استهانه. اتفقتوا عليا انتوا الاثنين وخدتوا فلوسي، الحراميه نصابين. سلم نفسك للعداله احسن لك يا محمود. اوعى تفتكر ان المسدس ده هيحل مشكلتك. واوعى تفتكر انت كمان ان كلامك ده هيحل مشكلتي. انا دارس قانون زيك بالظبط يا استاذ، وهعرف كويس قوي اخد فلوسي منكم يا نصابين يا حراميه. اسمعوا، انا مش خارج من البيت ده غير لما اخد حقي، انتوا فاهمين؟ طلعوا لي فلوسي من تحت الارض. ولا كلمه.
افتحي يا خالتي انا محمود. وكمان بعت لي واحد تاخد فلوسك اللي هنا وتحايل عليها تديني اي جنيه. انا جعانه، تضربني وتموتني. انا ناقصه غلب، ناقصه غلب اكتر من اللي انا فيه. مش ممكن يا ربي، ليه بس كده؟ طب قول لي ان ليك فلوس هنا في الدولاب، تسيبني كده اهو جعانه ميته من جوع يا ربي. ليه ايه يا حسين، انت لسه ما خلصتش؟ انا مستني الحكم وبعد كده عندي قضيه في قاعه سبل. قولي لي الاول انت عملت مبروك مقدما. الله يبارك فيك. قولي لي الاول انت عملتي ايه؟ اجلوها الجلسه ب 25. لا ان شاء الله براءه. تفتكر؟ طبعا ده المذكره اللي انت مقدماها 100%. تحب استناك؟ لا روحي انت وحب احصلك. على فكره تبقى سخنين الاكل. انت على طول جعان. لازم تسلم نفسك، مفيش فايده من اللي انت بتعمله ده. انا ما اعرفش، مستحيل. اطلعي يا مدام. يلا بقول لك اطلعي. احنا رايحين فين؟ سوقي وانت ساكته. إذا كان على الفلوس أنا مستعدة أرجع البيت وأجيبهم لك حالا. ما تشيليش هم الفلوس. الفلوس هتيجي لحد عندي وفوقيهم بوسه. اقفي هنا، بقول لك اقفي هنا. بطلي العربيه وانزلي. هنزل نروح على فين؟ السكه ما ينفعش فيها عربيه. يا محمود أنا ساعدتك على قد ما أقدر. لسه بدري يا استهان، اتفضلي انزلي. تعالي تعالي. سيبني. ما تحاوليش تعملي كده تاني، ها؟ عشان نفضل اصحاب.
البيت موجودة ولا في المكتب موجودة. هتكون راحت فين بس؟ أنا ابتديت أقلق يا أستاذ حسين. اهلا محمود بيه، شغلتنا عليك يا راجل. قدرت كل حاجه يا زكريا؟ كل شيء تمام، روقت المكان وبقى زي الفل. انزلي انزلي. انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ انزلي. محمود بيه اللي عاوز. انزلي. واحنا خدامين ضيوفه. انزلي بقى. خش جوه. خشي جوه. خشي جوه بقول لك. تعالي. بلاش مقاوح حباب. خشي. خشي بقى. عمري ما هسامح نفسي ان انا ساعدت واحد زيك. شفتي بقى ازاي انا عبقري قدرت اقنعك ببراءتي؟ بيتهيألك يمكن تكون خدعتني لفترة، بس بعد فترة عرفتك على حقيقتك. طب ولما انت بالشطاره دي ليه استمريتي تساعديني؟ انا جات لي اكتر فرصة عشان ابلغ عنك، لكن خوفي من الفشل قدام حسين هو اللي خلاني استمر في مساعدتك. كبريائي منعتني ان انا اعترف بالهزيمة وان حسين كان على حق. الله، ده انا على كده بقى لازم اشكر حسين مرتين، مره لانه خلاكي تساعديني ومره لانه هيجيب لي فلوس لغايه عندي. قلت لك فلوسك ما خدناهاش، انت مش عايز تصدق ليه؟ ما بقتش تفرق معايا، المهم ان انا فلوسي تجي لغايه عندي والا مش هيشوفك تاني. فاكر ان حسين هيستجيب للابتزاز ده؟ ست هانم، الراجل لما يحب يعمل مستحيل. بس انا مش هسمح لك ابدا تعرضه للموقف ده. ياه، ده انت سافل بشكل. بقى انا مراعي لغايه اخر لحظه حته العلاقه الطيبه اللي كانت بيننا في يوم من الايام، لكن ما دام مساله بقى وصلت لغايه السفاله متهيألي لازم ابقى اهل للصفه دي. ها؟ مش كده ولا ايه؟ ايه رايك بقى؟ اكمل سفاره؟ خلي بالك على مرجعك. يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى انت فين دلوقتي؟ أرجوك تهدي بس، خليني أعرف أفكر. هي الحكاية عايزة تفكير، لازم تبلغ البوليس. اسمعي، أنا رايح المكتب، لو حد اتصل بيكي خليه يكلمني هناك.
السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم القاهره ضروري، اتفضل. الخطوط عطلانه، تعالى بعد شويه. كل حراره بس. عايز اكلم القاهره ضروري. على عين حاضر. شكرا. النمره كام؟ استاذ حسين، سمعتي وسمعة بنتي امانه في رقبتك. انا خصومي كتير وهيستغلوا الحادثه دي ضدي. استاذ حسين، هو البوليس لسه ما لقاش محمود؟ هيلاقوه يا حبيبتي، هيلاقوه، ما تقلقيش. انا مش هستريح الا لما اشوفه متعلق في حبل المشنقه. الو. ايوه انا حسين الهواري. مين اللي بيكلم؟ خدت ال 50,000 جنيه بتوعي. يعني بيتهيألي واجب عليك تردهم لي. اصل عقبال عندك مسافر بلاد بره. قلت لك فلوسك احنا ما خدناش، حتى لو كانوا 50,000 مليم. اوعى تفتكر ان انا هستسلم لابتزازك الرخيص ده. اسمع يا محمود، من مصلحتك تسلم نفسك. استاذ حسين، في حاجه ما تعرفهاش. مدام دولت دلوقتي تعتبر ضيفه عندي، فانا عارف طبعا مدى معزتها عندك قد ايه. اذا ما جبتليش الفلوس النهارده بتهيألي مش هتشوفها تاني. ايه مالك ما بتردش ليه؟ والفلوس هتوصلك ازاي؟ هجيبها لك فين؟ طيب 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 ما تقلقش يا استاذ حسين، فلوسي كلها تحت امرك. خد اللي انت عاوزه وانقذ مدام دولت. انتوا بتقولوا ايه؟ نديله الفلوس بايدينا عشان يهرب وما نعرفش نطوله؟ احنا لازم نبلغ البوليس. ارجوك يا مدام نوال، مفيش داعي للشبشره. يعني ايه يا استاذ حسين؟ انا ما كنتش اتصور ابدا انك تضعف قدام مجرم زي ده. ده انت راجل قانون. انا فعلا راجل قانون، بس الست اللي بحبها في خطر وما اقدرش ابدا اغامر بحياتها. لكن انت فعلا بتغامر بحياتها لما تثق في مجرم زي ده. مفيش مجال للمناقشه يا جماعه. استاذ حسين، انا مقدر شعورك. اتفضل معايا، خد المبلغ اللي انت عايزه علشان تلحق تروح قبل الميعاد. متشكر يا استاذ عبد الجواد، الفلوس موجوده والحمد لله. اتفضل اتفضل.
موضوع الاعدام دلوقتي. هيبت منين؟ كده. روح وش اوعى. انا لطيف معاك لغايه دلوقتي، ما تخلينيش بقى بسكيت. فين الفلوس؟ اشوف دورة الاول. الفلوس من غير كلام كتير. ايه افتحها. فين دولة؟ اتكلم انت. انا محمود ايه؟ هات البتاع اللي في ايدك دي. وفين محمود بتاعك ده فين؟ فين قول لي؟ قدامي. اقف عندك. انفذ. فين دولة؟ مش قادر رجلي تنزل. مش قادر يا اخويا. طب انا هخلص عليك. لا انا تحت امرك. انفذ قدامي. ايه هتعمل ايه؟ هوصلك. اتفضل. اسمع، انت تنفذ اللي هقول لك عليه والا هخلص عليك، فاهم؟ زكريا ما رجعش يا مدام. الظاهر ان جوزك لعب بديله. قومي بينا. تاني حرام عليك بقى، سيبني في حالي. اسمعي بقى، ما اقول لك انا المره دي مش عايز دقت، بلاش معاك. قومي بينا. جوزك طلع عاقل قوي، جاب الفلوس. ده باينه بيحبك. يبقى خلاص، تاني وخليني اروح لحالي. ايه الحكايه يا حبيبتي؟ لحقت ازاي مني؟ ده احنا لسه قدامنا مشوار طويل. بس اوعدك هتكوني اخر حاجه تشوفها عينيا قبل ما اسيب مصر. اتفضلي يا مدام. اتفضلي يا مدام. عالي. ايه من رجلك؟ رجلي يا استاذ محمود. مالها؟ اتعورت في حديده. هو ده وقته دلوقتي. وقت يا محمود. يا حبايبي خش جوه. جوه انتوا الاثنين. حاضر اتفضل. جوه.
اتفضلي حضرتك في الوضع اللي انت عارفاها. خش جوه. جوه. طيب يا محمود. المره دي مفيش سكينه تفتحي بيها الباب. كان لازم ابلغ البوليس يا استاذ حسين. الحمد لله انك بخير. الحمد لله.